السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صباح الخير عليكم وصبحتوا واش راكم؟ ان شاء الله راكم لاباس. اليوم كأي يوم نديروا القهوة نفطروا، يعني للأمانة هذه قهوة تاع الضحى، تاع الوقت 9 ل10، مش تاع الصباح. تاع الصباح نديروها بالحليب، هذه تاع 10. درت قهوة، درتها أنا وليدي. ومن بعد اليوم راكم عارفين الايامات هذون باردين باردين، برد ريح مع برد او برد مع الريح. واش درت؟ عندي اللوبيا في الفريغو. على بالي انا مانيش نوريكم في طريقتي او الطريقه نتاع عمل اللوبيا، ولكن حبيت تشاركوني الفيديو فقط. كما راكم تشوفوا كاين اللي يدير، انا ندير شويه بصله شويه ثوم. اليوم ما عنديش بصله، درتها بالثوم، بصح جاتني اللوبيا الله يبارك بنينه، ولحم زبده. عندي شويه لحم في الفريغو. اليوم نقيت الفريجيدير تاعي، نقيت الكونجيلاتور، لقيت شويه لحم قبل ما نصرف. وعندي شويه لوبيا، اما لا كملتهم اليوم. درتها زوجان تاع لوبيا بيضاء. كما راكم تشوفوا درت 3 سنات او 4 سنات كبار تاع ثوم. درت فلفل اسود، درت شويه كمون، راس حانوت، عرق اصفر، فلفل اكحل وملح. درت كل شي برد في برد. درت الطماطيش نتاعي للعلم، درت الطماطيش هذه وزدت شويه طماطيش. بعد ما فتحتها نص طياب، فتحتها لقيتها شويه خاصه، شويه طماطيش، شويه ليزيبيس، شويه ملح. لازم دائما تفتحوها في نص طياب، تشوفوا الماكله تاعكم ناقصه واش ناقصه، ديروا لها وتعاودوا تسكروا عليها. يعني ذا النهارات تاع الواحد يقعد عند في الدار يطيب الحاجه سخونه ويقعد عند الفرن. درت زوج رند. اللوبيا نحيتها من الكونجيلاتور ديريكت، درتها بالكيزوطة، سكرت عليها. هنا درت عندي فلفل تاني تسمى تقريبا الفريجيدير تاعي فرق كامل. ان شاء الله يا قدوة نروح نصرف. لقيت تاني الفلفل هذا، عندي 4 جواوات تاع فلفل. راكم عارفين اللوبيا لازم لها، درت لها شويه هريسه، بصح لازم طبسي تاع فلفل، يعني تقمسي فيه باش الماكله تعود بنينه. 4 جواوات تاع فلفل درتهم يشوا. وعندي نعناع، ما عنديش الحليب، درتو شويه زيت حطيتهم فوق الكازوز ولا حاجه يعني حطيتها مشروبات. ملا عندي في الفريجيدير القارص والنعناع. بعد ما طابلي درتو في ساشي وسكرت عليه عاد سخانه، يعني ما يتعبكش كامل مره اخرى وانتي تنقي فيه. نرجعوا للنعناع تاعنا. النعناع يعني مفيد مفيد مفيد. اخر حاجه تقدري ديريها في الليل كي تكملي كامل وتفتح الشاي وتغسلي المواعين، ديري شويه نعناع اخضر، ديري شويه زعتر، يعني عندك التيزانه تاع لويزه، اي حاجه ديريهم يطبخوا شويه هاك، يعني يتبدل اللون تاع الماء. حليهم، ولا عندك العسل حليهم بالعسل وديريهم للعائله تاعك. مفيد، يعني مفيد مفيد هذا البريق تاع ليجور ولا اروع. ديريه مع الماء والقارص. دائما ندير قارص خيار نعناع نديرو في الماء، يبدل الطعم تاع الماء.
نقيت القرص تاعي، غسلته مليح، مسحته وعصرته. درك شتيني عصرته شحال حبه، تقريبا 5 حبات تاع قارص. ديروا عصير، ديروا اي نوع من انواع العصائر. كما انا عندي قارص ونعناع، انت عندك تشينه وعندك شويه قارص. واحده اخرى عندها شويه بنان، رايح يغسل لها مع شويه حليب. كل وحده واش عندها في دارها، تدير تعمر طاس او قرعه وتحطها في الفريجيدير. هنا نرجعوا للوصفه تاعنا. درت 5 حبات تاع قارص، درت تقريبا نص ربطه تاع نعناع، ودرت عمرت عليهم الماء. ودوكا نوري لكم ما ديروش السكر يعني مباشره في العصير، راح يبقى لكم تحسوا به. شوفوا ديروا كاس تاع كما المقدار اللي عندي، كاس سكر بكاس ماء، ما تحركيهش كامل، ديريه فوق النار. كي تشوفوه تقالى بعد الغليان ب10 دقائق، هذا نحلو به العصير. بعد ما يبرد نحلو به العصير. الفلفل تاعي شوفوا تنقالي بكل سهوله كي ديروه في الساشي. اكيد هذه المعلومه يعني تعرفوها كامل، بصح كاين حوايج تسهل لنا يعني العمل في الكوزينه. يعني كاين حوايج يعني نقدروا نختصروها او نسهلوا على رواحنا، نحاولوا نتعلموها ونديروها. ما نحاولش نحي البذور كامل عادي، حتى في التنقيه ما درتش طماطيش، كي يبقى لي شويه شويه انا حاول نقيم بصح تبقى لي شويه كحوله هذيك في الفلفل نخليه. يعني على قد ما نقدر نحوها، بصح كي تبقى لكم حاجه خفيفه معليش ما تغسلوش بالماء، يتبدل كامل الفلفل كي ديروا له الماء. هنا درت زيت ودرت الملح، درت شويه زيت زيتون وزيت عادي، ودرت ملح، خلطتهم ودرتهم في البورتمونجي. يعني قلت لكم الفلفل اللي ما تحبش تقلي ولا تفور ولا معناها ما تحبش تعب روحها، واش دير؟ رايحه ان شاء الله ندير معاكم انواع الفلفل كامل تاع الماء تاع نفورو نقلوه، ديروه في الفور، ديروا كامل انواع الفلفل، رقدوهم مع بعضنا ان شاء الله. المهم تبعوني في الفيديوهات، ندير لكم بطرق سهله وسريعه وبنينه ان شاء الله. دوكا شوفوا درت المقدار تاعي احسن من خليتها بردت ودرتها في المخيطو تاعي. هذه الطريقه احسن من انك ديري السكر. وبعد حاولي بزوج طيسان. يعني انا في هذه المره ما كانش عندي زوج طيسان، يعني حبيت تمثم نخلطو ونديرو في الفريجيدير. ديروه على بكري صباح، دائما كلش الحاجه اللي تحبي ديريها صباح مش العشاء. بنا مخيتو انا نموت عليه، يعني حاولوا ديروه
سهل القارص الحمد لله راه كاين، نعناع كاين، بروفيتو يعني. طبت لي اللوبيا، اللحم كما قلت لكم زبدة. اللوبيا راكم تشوفوا يا درتها مع اللحم، لاني خليتها بايته في الماء فقط، يعني ما طبختهاش من بعد، بايته في الماء، والصباح لحتها في الكونجيلاتور او درتها في الكونجيلاتور، على بها طبت لي مع اللحم. انا نشتيها كنت تعود اللوبيا بنتها هايله، خاطرش كي ديريها كي تبيتيها في الماء ومن بعد الصباح تعاودي طيبيها في الكيكوت بالماء وتسيها في الكونجيلاتور، لازم يعني تحطيها في الاخير. ولو انا يعني طريقه مليحه وتجيك بنينه، بصح الطريقه هذه تجيك ابن واطيب. يعني كي ديريها من اول مره مع اللحم تاعك تدي كامل ديك البنه. بالصحة والعافية عليكم. كما راكم تشوفوا الفلفل جميل الله يبارك، اللوبيا ولا أطيب في نهار كما هذا بارد، راكم تشوفوا كيف راه الفابور طالع يعني سخونة. الخبز شريت اليوم يعني ما عجنتش، ولو اني يعني يكون عجنت احسن، ما كنتش لاهيه. خملت الدار، نقيت اليوم شويه سميشه، حتى والريح تاع السميشه. فتحت الطواقي، فتحت البيبان، سيقت عندي الحوش سيقته. بصحة والعافية عليكم. إن شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسوش ديروا لي اشتراك في القناة، وديروا لي لايك وتعليقات. تعليقات فضلا ليس أمرا. سلام.